اهلا بيكم في تاني حلقات بودكاست العقار قرار. معايا انا معتز الشناوي سي او شركه نيو بروبرتي. النهارده انا بستضيف ضيف عزيز على قلبي، وبيمثل واحده من الشركات اللي قدرت تثبت نجاحها في ال5 سنين اللي فاتوا في قطاعات مختلفه داخل العاصمه الاداريه الجديده، ومش بس بوعود ولكن بنسبه انشاءات موجوده على ارض الواقع تقدر النهارده تنزل وتشوفها، وكمان بنسبه تشغيل. ضيف النهارده استاذ عمرو، سيلز دايركتور شركه دبي مصر. نور الدنيا. اهلا بيك يا معتز، مبسوط ان انا معاك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب، ربنا يخليك. خليني اسالك سريعا كده ونخش بقى يعني في الموضوع على طول. سؤال شخصي شويه يعني. انت النهارده اشتغلت سيلز دايركتور في شركات كبيره وليها وزنها واسمها. لما نيجي نتكلم، انت النهارده رحت واخترت انك تروح شركه دبي مصر. شايف ايه مختلف فيها؟ وهل انت باصص انك تكون جزء في استراتيجيه مختلفه الشركه بتتبناها خلال السنين اللي جايه في الماركت؟ طبعا بص يا معتز، في البدايه انا حابب اقول لك كان اختياري لشركه دبي مصر مبني على اكتر من حاجه. اول حاجه ان الشركه موجوده وموجوده بقوه وبصوره حقيقيه على ارض الواقع. تمام. حوالي 4 مشاريع في العاصمه الاداريه الجديده. مظبوط. الاربع مشاريع دولت النهارده في 2026 بنسبه انشاءات بتصل ل 70% و80% في المشاريع دي. شركه فعلا عندها ملاءه ماليه، شركه قادره تتوسع في السوق بشكل قوي جدا جدا. شركه اهم حاجه بتهتم بيها العميل والانشاءات والموقع. ده ممتاز. النهارده يا معتز هو اهم حاجه النهارده في السوق بتاعنا. الانشاءات والشغل، انا عندي مشاريع كتير، بطرح مشاريع كتير، بس في نفس الوقت انا عندي كونستراكشن كبيره هتكلم معاك في الجزء وبتحرك. ده. هنتكلم فيها واحده واحده واحنا جايين بنتكلم مع بعض. طب خليني اسالك سؤال. انت دخول دبي مصر العاصمه الاداريه الجديده كان شكله مختلف. انتوا دخلتوا بمشروع كابيتال دبي في الار 7، مظبوط. وهو مشروع كوميرشال بالكامل، ولكن المختلف ان انت بنيت 50% من المشروع، بعد كده ابتديت تطرحه. فالهدف كنت انت تقول ان انا يا جماعه مختلف، ان انا عندي ملاءه ماليه قويه، ولا انك تعرف الناس بيك، ولا انك تكسب ثقه العميل في اسمك، خاصه انه كان لسه جديد في العاصمه؟ بالظبط يا معتز، زي ما انت بتقول كده. الفكره في كابيتال دبي مول كان مختلف شويه في دخول العاصمه. انت عارف العاصمه سوق كبير جدا جدا، في مظبوط. شركات كبيره جدا محترمه. الفكره بتاعتنا كانت جايه من الثقه، زي ما انت بتقول كده. فكره النهارده ان انا انزل ارض الواقع وابني قبل ما ابيع، قبل ما اطرح اي وحده، قبل ما اطرح وحدات اداريه ولا تجاريه ولا فندقيه ولا اي حاجه خالص، وابدا ابني المشروع. كانك بتدي رساله ان انا عندي الملاءه الماليه، ويا جماعه بصوا شغلي قبل ما تشتروا مني. بالظبط، وبدي ثقه وبقول للناس كلها ان انا مش محتاج ابيع عشان ابني واشتغل. لا، انا اوريدي نقطه عندي مهمه قوي. الملاءه الماليه وعندي الثقه اللي انا اقدر النهارده ابني واتحرك بدون مطرح البيع حتى، او مطرح وحدات للبيع. ممتاز. طب خليني اسالك سؤال يهم صراحه اللي بيتفرج علينا دلوقتي. هل وجهة نظر المطور دلوقتي ان هو شايف التركيز على انه يوسع منتجاته بحيث انه يغطي شريحة اكبر من العملاء، ولا يركز على نوعية العملاء اللي بتشتري بارقام اكبر شوية ولكن بتمثل له امان بشكل ما او باخر كتدفق للفلوس وكاش فلو اعلى داخل الشركة؟ بالظبط. بص يا معتز، بالنسبه للتنوع، فهو مهم جدا في الشغل بتاعنا. انا ممتاز. النهارده مثلا كشركه دبي، انا عندي 4 مشاريع متنوعين جدا. عندي تمام. مشروع في شريط الابراج السياحيه، ده عباره عن مشروع اداري تجاري طبي. مظبوط. عندي مشروع سكني وسكني فندقي في الار 7، لوميا ريزيدنس لوميا ريزيدنس واللوميا 1. لاجون، دولت في مظبوط. الار 7، دولت سكني تمام. وسكني فندقي. عندي مشروع مول تجاري بس خالص اسمه دبي كابيتال مول، ده خلص واستلام فوري دلوقتي النهارده ونقدر نسلمه. فانا عندي حته التنوع دي موجوده. وعندي حاجه مميزه جدا جدا يا معتز في السوق النهارده، عندي سعر عادل. وعندي اوكي. دايما الشريحه اللي انت بتتكلم عليها دي موجوده وبكثره. الفتره اللي فاتت كانت يمكن شويه مش عارفه تتحرك وتشتري شويه، ان الاسعار زي ما انت شايف راحت في حته بعيده مظبوط. شويه. مظبوط صح. فالشريحه دي احنا اولا احنا عندنا السعر العادل ده. السعر العادل ده بيحقق لي ان الشريحه دي تقدر تشتري عندي، ان النهارده بعمل انظمه سداد كبيره جدا بتوصل ل 10 سنين، وفي نفس الوقت براعي السعر العادل. فانا بنزل باسعار منطقيه جدا جدا تغطي كويس. الشريحه دي. ممتاز. طيب خلينا هقول لك سؤال من ارض الواقع وبيدور، يعني عملاء كتير بتساله. تقول لك دلوقتي في شركات كتير قوي بتقول ان هي نازله بمشاريعها سواء بقى قطاع اداري او تجاري، بس بيبقى عندهم مشاكل في الاوراق القانونيه، او الرسومات او الجهات المختصه ان هي تطلع لهم القرارات. فبالنسبه لهم هم ممكن يبيع، وبعد ما يبيع يكتشف العميل نفسه ان في مشاكل اصلا في اصدار التراخيص. فانت كشركه دبي
ايه السياسه اللي بتتبعها لما بتيجي تنزل بمشروع جديد، وازاي بتضمن ان اوراقك القانونيه وقرارات الوزاريه وكل ما هو مطلوب عشان المشروع يقوم مظبوطه مليون في الميه قبل ما بتاخد قرار ان انا هطرح المشروع ده. بالظبط. احنا معتز في شركه دبي مختلفين شويه في الجزئيه دي، او بنحب نشتغل بطريقه مختلفه شويه في حته الاوراق الرسميه. انا النهارده ببدا اول حاجه بقدم على الارض في شركه العاصمه. بعد ما بقدم على الارض باخد التخصيص بتاع الارض نفسه، قرار التخصيص. قرار التخصيص. بعد تمام. كده باخد محضر استلام الارض. تمام. بعد كده باخد القرار الوزاري. انا تمام. كشركه دبي دايما وانا بطرح اي مشروع لازم يبقى معايا الاوراق القانونيه بتاعتي. الاربع اوراق. الاربع اوراق ممتاز. قانونيه انا عندي في كل المشاريع. بالنسبه مثلا لاوبسيدير احنا معانا القرار التخصيص. بالنسبه للوميا ريزيدنس ولوميا لاجون احنا معانا القرار الوزاري بتاع المشروع. في دبي كابيتال مول فهو اوريدي استلام فوري، فمعانا كل الاوراق. فده احنا دايما قبل ما بنطرح لازم نهتم ان نخلص كل اوراقنا مع شركه العاصمه، ناخد موافقاتنا، نقدم الورق بتاعنا كامل عشان نقدر ناخد موافقاتنا في اسرع وقت قبل ما نطرح بيع وقبل ما نشتغل. يعني نقدر نقول ان اللي بيشتري مع شركه دبي هو كانه ضامن ان مفيش مشاكل في الجزء ده خالص. ده معتز الناس لمسته او العملاء لمسته الفتره اللي فاتت. الحمد لله ما عندناش مشاكل من الناحيه دي خالص. انا منظم جدا، بنزل باخد ورقي، وقبل ما اخد ورق قبل ما اطرح بيع، بحيث ان العميل وهو في اللونش معايا بيحجز الوحده بتاعته بيكون بيطلع طبعا على كل الاوراق الرسميه اللي موجوده. ممتاز. وبتبقى موجوده طبعا بصوره بكل شفافيه تقدر تطلع عليها انت كعميل قبل ما تشتري. ممتاز. سنه 2023 انتم نزلتوا بمشروع لوميا 1 مظبوط. واللي كان موجود في الار 7، وده مظبوط. كان بدايه تغيير ليكم ان ده اول مشروع سكني تنزلوا بيه. طيب المشروع ده كان فيه فكره جديده وهي فكره اللاجونز، واللاجونز دي كانت فكره جديده عن العاصمه، وكانت فكره جديده ان انت اصلا ناس كتير طلعت شككت قالت لك انت عمرك ما تعرف تاخد التراخيص ولا القرارات الوزاريه ان انت تنفذ حاجه زي كده، واتهاجمتوا بشكل كبير جدا. فقدرتوا ازاي تحققوا ان انتوا تردوا على الناس دي بالقرار الوزاري اللي انتوا اخدتوه وبنسبه الانشاءات التنفيذيه في ارض الواقع؟ يعني شوف يا معتز، في البدايه يعني كان فكره اللاجون في العاصمه كانت فكره مختلفه تماما. يعني ما كانش حد النهارده فكر الفكره بتاعت اللاجون. أوكي. فكانت اول فكره، اول شركه فكرت الفكره دي كانت دبي. تمام. عملنا فكره اللاجون. احنا قبل ما بنعمل اي مشروع اولا احنا بندرسه كويس جدا. اولا معانا بنتعاقد مع اقوى الاستشاريين في كل المجالات خاصه بالمشروع، كاستشاري هندسي، كاستشاري انشائي، كديزاين داخلي، كلاجون. لو احنا بنتكلم على اللاجون بالاخص حلو. احنا متعاقدين مع اكبر الشركات في العالم يا معتز لتنفيذ اللاجون. لتنفيذ اللاجون. مظبوط. ومش شركه واحده، لا هم اكتر من 3 شركات. شركه خاصه بالعزل الخاص باللاجون عن الارض عشان يضمن نسبه النهارده ما يبقاش فيه هبوط في الارض ولا اي حاجه. فاحنا جايبين شركه خاصه بكده لعزل اللاجون خالص. عندنا شركه تانية خاصه بالفلاتر والصيانات واداره الصيانه بتاعه اللاجون. ممتاز. عندنا شركه ثالثه خاصه بالفلترنج بتاع اللاجون بالطريقه الصح. ايوه، لان هو والصيانة ناس بتاعتها. كتير كانت بتقول لك هو استحاله تقدروا تعملوا صيانه للاجونز في المشروع ده بالذات لان هي مكلفه جدا. تاني حاجه مفيش شركات كتير هنا في مصر عندها الخبره ان هي تنفذ حاجه زي كده. مظبوط. هو عشان كده احنا كان اتجاهنا للتعاقد مع شركات عندها الخبره بالفعل في اللاجون، او عملت لاجونز قبل كده، وشركات عالميه، شركات في المانيا وشركات في اوروبا بشكل عام، ومنفذه اكتر من لاجون. فاحنا تعاقدنا دايما بنتعاقد مع اهل الخبره في اي مجال بنروح له. فاحنا في الجزئيه دي حابين ده جدا. وفعلا انا واخد قرار وزاري، فانا توافق على الماستر بلان بتاعي باللاجون بكل حاجه. والقرار الوزاري ده ما بيتاخدش غير لما يتقدم شركه العاصمه الاداريه. مظبوط. وتاخد عليه كل الموافقات. المستندات الخاصه بالمشروع. بلس انه شركه العاصمه برضو عامله حاجه جميله جدا. انت النهارده عشان تروح تقدم او بتقدم على الماستر بلان بتاعتك عشان تاخد موافقه لازم يبقى معاك منتخب استشاريين في كل المجالات. هتعمل لاجونز فانت لازم معاك الناس اللي عندها الخبره في اللاجونز وتقدر تنفذها وتقدم ما يثبت ده. هتعمل مبنى بشكل مختلف فانت لازم يكون معاك بيت خبره قوي في السوق. حلو قوي. فاحنا كشركه دبي دايما بنروح لده. واحنا بنقدم ورقنا بنقدم الاستشاريين اللي معانا، بنقدم الناس اللي معانا، بحيث ان احنا نضمن ان احنا نعمل برودكت فعلا محترم بشكل مميز. وشركه العاصمه الاداريه طبعا بتبقى طالبه كل الاوراق دي، واحنا اوريدي خدنا القرار الوزاري. فده اكبر رد يعني موجود النهارده. لا انا النهارده اقدر انفذ في لوميا 1 ولوميا 2. عملنا لاجون هنا وعملنا لاجون هنا، وان شاء الله باذن الله العميل يستلم برودكت مميز. ممتاز. دلوقتي اللي عايز يشتري مع دبي مصر، هل عندكم منتج نقدر نقول عليه
اللي هو يقدر يحقق منه اعلى عائد وفي نفس الوقت يبقى مش بتكلفه عاليه؟ احنا بالفعل يا معتز، انت يعني يمكن هكشف لك عن حاجات بسيطه كده. ايوه. احنا نازلين ببرودكت مميز قوي قوي في مشروع لوميا ريزيدنس في تمام. الار 7 حلو قوي. ولوميا لاجون. لوميا ريزيدنس اوكي. في الار 7 ده مشروع فيه انشاءات ما شاء الله، يعني النهارده واصلين ل 35 عماره من اجمالي 45 عماره. ممتاز. المشروع اولموست خلاص على المراحل بتاعه القيد التنفيذ النهائي يعني. ونازلين بالاوتيل بتاع المشروع او حلو الخاص في قوي. المشروع. وعاملين فيه اوفرز مميزه جدا جدا للعميل، يخدم كل الشرائح زي ما كنا بنتكلم. طب نقدر نقول من اول كام؟ يعني احنا بنتكلم افريج التيكت برايس اللي هي 3 مليون 500 3 مليون 800 حلو. 10% و10 سنين ايكوال انستون. عاملين بايمنتس مميزه جدا ده جدا محترم جدا الكلام فعلا. ده. هنبدا سنه 26 ان شاء الله، سنه خير في دبي مصر بالنسبه لكل الناس، سواء بروكرز، سواء عملاء، سواء انفسترز، كل الاطياف يعني. ان شاء الله السنه دي هتبقى كويسه جدا، طارحين فيها فرص بجد، فرص حقيقيه في الفتره الجايه. ممتاز. سواء في الار 7 سواء في الار 8 نازلين بتو اوتيل، هنعلن عنهم طبعا. هيبقى ليك ان شاء الله لسه السبق ليك السبق ان شاء الله يا معتز. ان شاء الله، عشان انت غالي علينا يعني دايما وبتساعدنا دايما في دبي. فهيبقى ليك السبق بحاجه زي كده ان شاء الله. احنا باذن الله هنعلن عن الاوتيل. هتبقى وحدات فندقيه مميزه جدا باداره افضل الفنادق العالميه وبانظمه سداد بتخدم فعلا كل الشرايح. ممتاز. ده هتعلي اصلا من قيمه البرودكت. وعايز اقول لك ان العميل في الاول كنا قايلين، العميل اللي اشترى معانا كنا قايلين فيه اوتيل بس كناش اعلنا عن تفاصيله وكده. حته الاوتيل دي يا معتز هتاد فاليو للمكان بطريقه مميزه. حلو جدا. نورتني حبيبي معتز، انا اتشرفت بيك جدا. رمضان مبارك. الله اكرم. ومن نجاح لنجاح ان شاء الله، ودايما بشوفك كده متالق. مبسوط اني كنت معاك، وان شاء الله يعني في بدايه حلقاتك، وان شاء الله باذن الله هبقى معاك الفتره الجايه دايما في ابديت باذن الله. ميرسي جدا. نورتني. شكرا ليك. شكرا.